ايه يا ست زينب؟ مش شايفه انك سمنتي قوي؟ في ناس الاكل مطرح ما يسري يمري، وفي ناس زي العرسه تاكل وتنسى. ما هو اللي ياكل اكل بالشكل ده لازم يسمن. اهلا وسهلا، انا محمد كيلاني معاكم في حلقه جديده من حلقات رجيم كاراتاي. النهارده هكلمكم تاني عن المؤشر السكري، وهنشرح ازاي رجيم كاراتاي بيخلينا نخس. المؤشر السكري زي ما الدكتوره كاراتاي بتقول في كتابها بيتم حسابه على اساس السكر المكرر. بتقول ان لو انت اخدت 50 جرام من السكر المكرر ده بيرفع السكر في الدم 100 درجة. فبناء عليه بتقيس كل انواع الاغذية اللي ممكن ناكلها مقارنة بالسكر النقي، وبتقسمها لثلاث فئات: مرتفع في محتواه من المؤشر السكري، ومنخفض، ومتوسط. بتقول الدكتورة كاراتاي ان كل الاغذية المصنعة من خبز او فيها سكر نقي من دقيق مكرر او من خبز نقي بيكون المؤشر السكري ليها مرتفع، وبالتالي المفروض ان احنا نشيلها من الوجبات بتاعتنا ونستبعدها من وجباتنا. طيب ايه اللي بيحصل في الجسم لما ناخد اكل مؤشره السكري مرتفع؟ يعني لما ناخد اكل غني بالكربوهيدرات الغير صحية، الكربوهيدرات البسيطة زي منتجات المخابز او الرز او المكرونة، اللي بيحصل ان بيبدأ هضم وامتصاص الحاجات دي بسرعة جوه المعدة، حتى بداية من الفم، فيبدأ هضمها وامتصاصها بسرعة، وبالتالي تطلع كمية كبيرة جدا من هرمون الانسولين عشان تهضم كل السكر ده وتحرقه. وبناء عليه قبل ما يوصل الاكل للامعاء الدقيقه والغليظه بيكون كله اتهضم وكله حصل له امتصاص، وتطلع كميه كبيره او من الانسولين فتدخل كل السكر، وبعدين يتبقى كمان الانسولين في الدم. وده اللي بيخلينا نحس بعد الاكل بساعه ونص لساعتين ان احنا جعانين جدا ومحتاجين حاجه حلوه، محتاجين حاجه مسكره. ليه؟ لان احنا استفزينا البنكرياس وخليناه يطلع كميه انسولين زياده عن اللي هو محتاجها، وبالتالي هو عايز يصرفها دلوقتي فمش عارف يصرفها، فيبدأ يحفز الدماغ ان احنا محتاجين سكر تاني عشان نحرقه. لكن العكس بقى لما ناخد اغذية منخفضة في محتواها السكري زي الدهون الصحية، وبأكد تاني على الدهون الصحية، او زي السكريات المعقدة زي الحبوب الكاملة مثلا، او زي البقوليات، او زي الخضروات بيكون فيها كربوهيدرات معقدة في صورة الياف، في صورة لجنين. دي هضمها وامتصاصها بياخد وقت كبير جدا، وبالتالي كمية الانسولين اللي بتطلع بالتدريج، ما بتطلعش مرة واحدة، فما يحصلش عندنا احساس بالهايبر جلايسيميا او الهايبوجلايسيميا. يعني لا بنحس بانخفاض مستوى السكر فجأة، ولا بنحس بارتفاع مستوى السكر فجأة. ده بيؤدي للشعور بالراحة، وبالنسبة للبنكرياس بيفضل في وضع راحة دايما، ما بيحصلش عندنا افراز مفاجئ او افراز سريع للانسولين. طيب لو مشينا على نظام كاراتاي ده مدة طويلة، ايه اللي بيحصل؟ بتقول الدكتورة كاراتاي ان طول ما الانسولين ما بيطلعش بكمية كبيرة بيبدأ الليبتين يطلع، فيبدأ يحرق الدهون اللي موجودة في الجسم. الدهون اللي موجودة في الجسم دي متراكمة في عدة مناطق. بتقول الدكتورة كاراتاي ان الدهون المتراكمة في الساقين والارداف دي اكتر دهون بتحتاج لوقت ومجهود عشان يتم حرقها والتخلص منها. عشان كده واحنا بنخسس او احنا بننزل، اقل منطقة بتنزل واقل منطقة بتستجيب للنزول هي منطقة الساقين والارداف، ودي بتحتاج لتمارين رياضية. اما الدهون اللي بتتراكم اللي بيسهل حرقها هي الدهون اللي موجودة في منطقة البطن والكرش، والدهون اللي موجودة على الكبد دي اول دهون بتتحرق. عشان كده لما بنبدأ في كاراتاي بالطريقة الصحيحة بنحس ان محيط البطن ابتدى ينزل وما بيفضلش يعني من تاني اسبوع.
نقطة تانية عايز اقولها ان ما ينفعش ابدأ من تاني يوم وانا متعود اكل منتجات مخابز كتير قوي، ما ينفعش ابدأ من تاني يوم واروح شايل الكربوهيدرات البسيطة كلها، لا المفروض ان انا ابدأ بالتدريج. يعني لو انا باكل رغيفين عيش، لا اخليهم رغيف واحد. لو انا باكل طبقين رز اخليهم طبق واحد. لو انا باكل طبق رز اخليه نص طبق لحد ما يعدي الاسبوع الاول. بعد الاسبوع الاول بكون وصلت بالتدريج، وبالتدريج برضو برفع الخضروات في الوجبة، بكون وصلت بالتدريج لنظام كاراتاي بالشكل اللي وضعته الدكتورة كاراتاي. عايز اقول كمان ان في نماذج وجبات مقترحة وضعتها الدكتورة كاراتاي، هنتكلم عن مجموعة منها. زي مثلا في وجبة الفطار ممكن ناخد شوربة خضار مع بيض مع زيتون، تمام. انا بقى بضيف ان احنا ممكن ناخد الحبوب الكامله. الناس اللي ما بتقدرش تستغنى عن النشويات ممكن ناخد الحبوب الكامله. الناس اللي مش قادره تجيب مكسرات، لان احنا قلنا ان الدايت ده مكلف، ممكن تاخد حبوب كامله. يعني ايه حبوب كامله؟ يعني حبوب قمح كامله او حبوب شعير كامله، نعملها زي ما بنعمل البليله كده ونتناولها بدل المكسرات. اذا ما قدرناش نحصل على المكسرات، يبقى وجبه الفطار هيكون عندنا فيها بروتين زي البيض اللي مش مستوي زيادة، وهيكون فيها خضروات، فجل، جرجير، طماطم، خيار، اي سلطة متوفرة عندنا. كمان بأكد الناس اللي مش قادرة تستغنى عن الخبز يبدأوا يستبدلوا الخبز بالحبوب الكاملة، خصوصا في الفترة الأولى، وبعدين يبدأوا يقللوا الكمية لغاية ما يلغوها خالص. حاجة تانية بتسأل عنها كتير هي المعلبات، زي التونة، زي الأغذية المعلبة. هي مشكلة المعلبات في حاجتين: أولا المواد الحافظة اللي دي بتأثر على الكبد وبتعمل مشاكل تانية، اللي هي المشاكل الخاصة بالمواد الحافظة. ثانيا فيها محليات صناعية اللي هي المعلبات المحلاة. ثالثا هي بتبقى خالية من الألياف، وبالتالي تعتبر مرتفعة في محتواها من المؤشر السكري، تعتبر هاي جلايسيميك اندكس. حتى لو كانت هي بروتين، حتى لو كانت التونة مثلا، تمام. بتقول الدكتورة كاراتاي ان كل الأغذية المحفوظة تعتبر أغذية مكررة، وتعتبر من الأغذية المرتفعة في المحتوى السكري ليها. مش هطول عليكم، بتمنى لكم تتمتعوا بصحة. بأكد ان احنا ندخل حمية كاراتاي بالتدريج، ما ندخلش مرة واحدة على مدى اسبوع مثلا. بأكد ان السكر سواء المحليات الصناعية كمان ممنوعة، المعلبات ممنوعة، لانها تعتبر اغذية مرتفعة في محتواها السكري. ونشوفكم في حلقات جاية ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو لكل الناس اللي تعرفوهم. محمد كيلاني. Ska jag fira julen här